الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك بعض المفردات المتداولة على ألسنة عوام المسلمين، إذا لم نفهم أبعاد هذه المفردات وتفاصيلها قد نقع في حيص بيص عندما نسأل عن هذه الأمور. في هذه السلسلة العقائدية تطرقنا لمفردات كثيرة. في هذا الحديث نذكر أيضا مصطلحا متداولا بين الفريقين، ألا وهو الحديث عن مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، الذي يدعيه الذين يريدون التشهير والكلام الذي لا يستند إلى أي منطق علمي، يحاولون أن يموهوا على الآخرين بكلمة المصحف. هذه الأيام عندما نقول ائتيني بمصحف أو رأيت مصحفا نعني بذلك القرآن الكريم، والحال بأن كلمة المصحف في اللغة له معنى جامع. الكتاب الذي يضم بين دفتيه مجموعة من الأوراق يسمى هذا مصحفا، سواء كانت المضامين حقا أو كانت المضامين باطلة. كلمة المصحف بمثابة الكتاب. الكتاب في حد نفسه ليس لفظا مقدسا، وإنما هي لفظة جامعة لمعاني مختلفة. كتاب الله عز وجل يسمى مصحفا، كتابا، ولهذا القرآن له اسم الكتاب، كتاب من الله عز وجل. وهنالك أيضا كتاب، مجموعة من الكتابات بين دفتين بين جلدين، كانت عند سيدتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إذن إلى هنا لا دلالة على أن هنالك مصحف عند فاطمة إضافة أو بدلا من مصحف المسلمين أبدا. القرآن الكريم إخواني، دعوا عنكم قول فلان وقول فلان. القرآن الكريم في آية صريحة يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنالك وعد إلهي بحفظ القرآن الكريم، ولم يقيده بزمان دون زمان. معنى ذلك أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولو كان لهذا القرآن زيادة أو فيه، إذا كانت فيه زيادة أو نقيصة، لم يمكن الاستدلال بالقرآن الكريم، لأن القرآن إنما نتمسك بظهور آياتها من باب أن هذا القرآن هو هذا، ظاهره يفسر بعضه بعضا، عامه يقيده خاصه، مطلقه يقيده مقيده. وحتى أئمة الهدى عليهم السلام في مقام الاستدلال تمسكوا بهذا القرآن الكريم في ظواهره. وهذه سنة علمائنا طوال التاريخ ودأبهم في التمسك بآيات الكتاب الكريم في الأبواب الفقهية المختلفة. إذن النقطة الأولى في حديثنا أن هذا لم يكن قرآنا، وهذا التعبير قد ورد عن المعصومين عليهم السلام بأن مصحف فاطمة كان مصحفا أكثر من هذا المصحف المتعارف من حيث الحجم فقط. ويقول المعصوم والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، يعني هذا ليس في مقابل القرآن الكريم، وإنما هو كتاب
كان بيد مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بعد وفاة أبيها المصطفى، دخل عليها من الحزن والغم ما لم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنزل عليها ملكا، والملائكة أنتم تعرفون واسطة الفيض طوال التاريخ في حياة الأنبياء وفي غير الأنبياء. الله عز وجل أوحى إلى أم موسى، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى مريم، أنزل عليهم معلومات، أوامر، طلبات: هزي إليك بجذع النخلة، ألقيه في اليم. هذه قضية متعارفة من قضايا القرآن الكريم، أن يبعث الله عز وجل معلومات من خلال ملك من ملائكته. حتى لو فرضنا أن ذلك الملك هو جبرائيل، جبرائيل القدر المسلم أنه لا ينزل على غير الأنبياء في الرسالات. أما إذا كان لله عز وجل توصية معينة إلى ولية من أولياء الله كمولاتنا فاطمة، إذا جاء جبرائيل وقال بأن الله عز وجل يبشرك بكذا وكذا، ما المشكلة في ذلك؟ هل هذا يصادم أصلا عقليا؟ هل هذا يصادم نصا قرآنيا؟ النبي قال: لا نبي بعدي. جبرائيل لا ينزل بالتشريع، جبرائيل لا ينزل بالرسالة. أما هل هنالك منع من أن ينزل جبرائيل بوصية من الوصايا على إمام، على معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ المهم، هذا المصحف عبارة عن معلومات مستقبلية ما يجري على هذه الأمة، وهذا من الله عز وجل بإلهام من الملك وإملاء وكتابة من علي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك لا إشكال في هذه المقولة أبدا، ولا ينبغي أن ننكمش بمجرد أن نسمع مصحف فاطمة. أولا قلنا أن المصحف عبارة عن لفظة مشتركة يطلق على أي مكتوب بين جلدين، هذا أولا. وثانيا قررنا بأنه ليس عند المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم كتابا في مقابل القرآن الكريم، وإلا لو كان لهم هذا الأمر، وأنتم تعلمون أن مقابل كل معصوم طاغية من طواغيت العصور لأخذوا عليهم. لو أن الإمام الصادق عليه السلام له كتاب في السر هو قرآن زيادة عن هذا القرآن، لما لجأ الخصوم إلى اعتقالهم وسمهم ونفيهم وإبعادهم وإيقاعهم في السجون. يكفي أن يصدر مرسوم من خليفة المسلمين بكفر من يعتقد بأن هناك قرآن آخر. وأنتم تعلمون أن طبقة من المسلمين قالت بخلق القرآن أو بحدوث القرآن، وحصل ما حصل من القتل والتعذيب، فكيف بمن يقول بأن هنالك مصحف في مقابل القرآن الكريم؟ كما يقول المثل: لو كان لبان، لو كان هذا الأمر في حياة أئمتنا عليهم السلام لاشتهر أمره، ولكانت هنالك رغبة في الخصوم على الترويج لهذه المقولة. إذن بالعكس، أئمة الهدى عليهم السلام في مواقف عديدة كانوا يحاولون بكل جهدهم في تثبيت هذا الأمر. علي عليه السلام في معركته مع معاوية وغيره كان يؤخذ عليه بأنه متهم في دم عثمان، ولو كان لعلي عليه السلام دعاوي أن هناك قرآن زائد ناقص محرف لكانت هذه التهمة أكثر تأثيرا في إسقاط علي من عيون الناس. لم يتفق هذا المعنى أبدا. فإذا مصحف فاطمة كما قلنا كتاب علمي فيه إخبار بأخبار المستقبل وبإلهام من الله عز وجل. الآن ملهمه ملك أو ملك خاص باسم معين، ليس هذا بالأمر المهم. على كل علينا أن نوضح
لمن هو يجهل هذه المعاني. أما الذي ليس بجاهل وإنما بمكابر ومعاند فالأفضل أن نوكل أمره إلى ربه ليحاسبه حسابا عسيرا يوم القيامة إذ وضعت الموازين القسط. وإلا هذه رواياتنا، هذا منطقنا لا غبار عليه. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وتثبيتا بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.